السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل 3 أشهر من بداية شهر رمضان المبارك لهذه السنة، سنة 2024، كنا ننتظره بفارغ الصبر وبفرح. وما إن أقبل علينا هذا الشهر الفضيل حتى مضت أيامه مسرعة. قال أحد العلماء إن هذا الشهر الفضيل هو أسرع شهر رمضان يمر علينا هذه السنة، لأن الدنيا مقبلة على وداع. وها نحن الآن نودعك أيها الشهر الفضيل، وداعا يا شهر الرحمة والغفران، وداعا يا شهر الرحمات، وداعا يا شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وداعا يا شهر تكون فيه البركة وتكون فيه الرحمة منتشرة، وداعا يا شهر تمحق فيه السيئات وتضاعف فيه الحسنات، وداعا يا رمضان، وداعا أيها الشهر الفضيل. ربما أنت قد تعود إلينا في العام القادم، لكن هل نحن سوف نكون على قيد الحياة ونصوم شهرك الكريم؟ هل نحن سوف نكون على قيد الحياة ونغتنم الفرص فنحصل على المزيد من الحسنات وتمحى ذنوبنا ويغفر لنا الله سبحانه وتعالى خطايانا؟ وداعا أيها الشهر الفضيل، ربما أنت سوف تعود، لكن لا نعلم هل سوف نلقاك في الأعوام القادمة أو في العام القادم أم لا. وداعا يا شهر رمضان، يا شهر الرحمة والغفران.